لها غدا. أفاد مراسل الأخبار بولاية القصرين أن طائرة دون طيار سقطت أمام الثكنة العسكرية بسبيتلة أثناء القيام بعمليات تدريبية بالمنطقة العسكرية. ولمزيد من التوضيحات معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني. سيد العميد، مساء الخير. مرحبا. إذا سيد العميد، هل من تفاصيل أكثر عن الحادثة وتحديدا الأسباب التي أدت إلى وقوع الطائرة؟ أولا أنت قلت وأنها طائرة دون طيار، لكن في الحقيقة هي تسمى طائرة هدف. وهو بالفعل جد هذا الحادث اليوم على الساعة 3 بعد الظهر في أحواز مدينة سبيتلة، وتمثل في سقوط طائرة هدف أفيون سيبل تستعمل من طرف الوحدات المدفعية المضادة للطائرات في التدريبات على الرماية. وظروف الحادث هو أنه أثناء التحضير لهذا النوع من التمارين شرع هذا اليوم في تجربة هذه الطائرة، إلا أنه أثناء عملية الهبوط طرأ عطب على محرك إحدى الطائرات وتم توجيهها للنزول بالسكنة، إلا أنها نزلت غير بعيد عن المدرج في دوائر السكنة. نعم، هل من خسائر سيادة العميد؟ يعني ربما هل من خسائر؟ لا خسائر يعني لا عند سقوط الطائرة؟ لم نسجل أي أضرار أو خسائر. إذا نزلت ليست بعيدة على سكنة وتم استرجاعها. نعم. وسوف يتم إصلاحها وتستمر التمارين مع وحدات المدفعية المضادة للطائرات. نعم، العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. وفي سياق متصل تواصل